من كام يوم أعلن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والمستشار في الديوان الملكي عن استبعاد الفنانين المصريين في موسم الترفيه في الرياض. قال إنه هيكتفي بالفنانين الخليجيين والسوريين. الإعلان ده أثار جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجميع، وكل واحد بقى يفسر على مزاجه سبب القرار. لكن الإعلامي عمرو أديب قال إن السبب هو الهجوم على موسم الرياض من ناس محسوبة على شركة إنتاج مصرية معروفة. لكن هنا الفنان محمد صبحي قرر يتكلم وأعاد نشر فيديو من لقاء ليه على قناة عمان تي في الأردنية، واللي كشف فيها سبب رفضه المشاركة في موسم الترفيه بالرياض. المذيع سأل محمد صبحي وقال له: ليه أنت لم تشارك في موسم الرياض؟ محمد صبحي رد وقال له: أنا اتعرض عليا $1,000,000 في العرض الواحد، يعني 16 مليون جنيه مصري. قلت لن أذهب للسعودية تحت عنوان الترفيه. لا طبعا، عمري أنا اتعرض عليا $1,000,000 في العرض الواحد، يعني 16 مليون مصري. قلت لن أذهب إلى السعودية تحت عنوان الترفيه. تابع وقال: أنا شايف إن السعودية بعد انغلاق طويل تاخد خطوة جريئة كي تنشر الثقافة وتكون الرياض مركز إشعاع بالسعوديين، وتبدأ تدرب فنانين سعوديين. أنا عايزة أتفرج على فنان سعودي. إنك تستضيف حد غير سعودي ماشي، لكن لازم نشوفهم بيعبروا عن مجتمعهم والوطن العربي كله. والنهاردة الفنان محمد صبحي أعاد نشر الفيديو ده وعلق عليه وقال: هذا الحوار بتاريخ أكتوبر 2022 عن موسم الرياض، واليوم أتوجه بالشكر للمسؤولين بالرياض لتنفيذ تعليماتي منذ 3 سنوات، وبعد التصريحات الأخيرة استبعاد الفنانين المصريين من موسم الرياض. نقول لزملائنا الفنانين: ما رأيكم؟ زاد فضلكم.